عائشة الحيان رئيسة اتحاد العمل النسائي. اليوم كان لي شرف أنني نشارك مع منظمة العفو الدولية حول موضوع يعني اتجاهات الرأي فيما يتعلق بمدونة الأسرة، وهي فرصة توضيح نضالاتنا من أجل تغيير شامل وعميق لمدونة الأسرة، باعتبار أن تغيير مدونة الأسرة لا يمكن أن يتأتى وأن يحقق مصلحة الأسرة بما فيها المرأة والطفل والرجل كذلك إلا ما تغيرت الخلفية ديالها وتغيرت لغتها وفلسفة المدونة، وكذلك الخلفية التي تعزز القوامة وتعزز التمييز بين المرأة والرجل، وهذه مسألة أساسية. خصنا نمشيو في إطار تعزيز النقاش المجتمعي الحر والجدي واللي كيناقش الأفكار، أما تكفير الشخصيات ولا المواقع التواصل ولا بعض الجرائد، حنا كنعتبروا أن هذه من الأساليب ديال العاجزين عن نقاش الأفكار وعن نقاش التصورات اللي ممكن انها تقدم للمجتمع ديالنا. وان حنا اليوم حنا بلد ديال المؤسسات، بلد فيه دستور اللي جاب مجموعه من المقتضيات اللي جديده واللي خص القوانين ديالنا انها تنسجم معها، وبالتالي اللي غيناقش خصو يناقش داخل هذه المنظومه هذه وداخل في اطار احترام المؤسسات واحترام التزامات المغرب الدوليه كذلك. ان ما يمكنش نناقشوا مدونه الاسره بمعزل عن كل ما يعتمد داخل المغرب. واليوم ان الدفاع على الاسره ما يمكنش يكون الا ما قويناش وضعيه النساء داخل الأسرة والحقوق ديالهم ونحميوها بمقتضى القانون. وبالتالي وغير ذلك المجتمع سيتذكر الناس اللي ناضلوا قدموا مساهمات علمية وقانونية واللي ممكن أنها ترفع من الأسرة المغربية، وما غيتفكروش الناس اللي كيوزعوا صكوك ديال التكفير وديال التهديد بالقتل، وهذه ممارسات ديال الجبناء، ممارسات ديال الناس اللي ما قادرينش كيف قلت يناقشوا الأفكار. ولا بد أننا نديروا الحيطة والحذر من كل ما يقال الاقاويل المغلوطه على مواقع التواصل، لان كان هناك تبعنا مجموعه من النقاشات اللي تيتكلموا على مدونه خرجات وفيها تعدي على حقوق الرجل وفيها تغليب لحقوق النساء على حقوق الرجال. ونبغيو نطمئنوا المواطنات والمواطنين ان لحد الان الاشغال ديال اللجنه انتهت وتقدمت الرئيس الحكومه لرفعها للملك، ولحد الان ليس هناك اي مشروع اللي خارج للساحه واللي ممكن نناقشوا بناء عليه، وانما كل ما يروج على مواقع التواصل هو مساله مغلوطه وما عندها حتى شي اساس. واليوم ان حمايه حقوق المراه داخل الاسره هو اللي غيعزز لنا دور النساء، هو اللي غيعزز لنا دور المراه داخل المجتمع، هو اللي غادي يبني لنا أسر قوية وسليمة ومعافاة من كل هذه المظاهر ديال العنف وديال التمييز اللي كتعرفوا حاليا.